عربيات حربية ماشية على الأرض وفوقها صواريخ تقيلة جاهزة تنطلق في أي لحظة. العربيات دي مش بس وسيلة نقل، دي قوة ردع عالية جدا. النهاردة هنتكلم عن العربيات اللي بتحمل الصواريخ، وهنعرف تاريخها بدأ امتى، وايه الفرق بين كل نوع والتاني، وايه اللي يخلي جيوش العالم كلها تعتمد عليها. لو انت من عشاق الأسلحة الحربية الفيديو ده معمول ليك، ركز معايا للآخر علشان هتكتشف تفاصيل يمكن أول مرة تعرفها. يلا بينا نبدأ الحلقة. سنة 1945 الجيوش بدأت تدرك إن الصواريخ مش بس أسلحة تقيلة، لكنها كمان محتاجة مرونة في الاستخدام. المنصات الثابتة كانت قوية، بس أي عدو ذكي ممكن يحدد مكانها ويضربها بسهولة. فبدأ التفكير، ليه ما نحطش الصواريخ دي على عربيات تتحرك في أي حتة وتغيير مكانها قبل ما حد يعرف هي فين؟ ليه الجيوش احتاجت تنقل الصواريخ على عربيات؟ منصات الإطلاق الثابتة زي القواعد العسكرية محتاجة تجهيزات ضخمة وحماية مستمرة. العربيات الحاملة للصواريخ بتدي ميزة إنك تتحرك بسرعة، تضرب وترجع تغير مكانك بسرعة برضه. كمان بتخلي العدو في حيرة، هو الصاروخ هيجي من أي اتجاه. ميزة الحركة السريعة وصعوبة التتبع، العربيات دي بتقدر تتحرك في طرق صحراوية وغابات أو حتى وسط المدينة. أنظمة الاستطلاع وقتها ما كانتش متطورة زي دلوقتي، فكانت العربيات دي شبه أشباح، يعني تقدر تقول تضرب وتختفي قبل ما العدو يرد. أمثلة للشاحنات دي شاحنات كاتيوشا السوفيتية. النوع ده ظهر لأول مرة سنة 1939، كانت عبارة عن شاحنة صغيرة محطوط عليها منصات إطلاق صواريخ متعددة. قوتها مش في دقة الصاروخ الواحد، لكن في إنك تضرب وابل كامل من الصواريخ في ثواني. كانت مرعبة للألمان، ما كانوش يعرفوا هي جاية منين ولا امتى هتضرب. وبعد الضربة الشاحنة تتحرك بسرعة وتختفي وتروح تضرب من مكان تاني. الفكرة دي ألهمت كل الجيوش بعد كده إنها تطور نسخ أحدث وأقوى، من أول شاحنات كاتيوشا لحد العربيات الحديثة اللي بنشوفها النهاردة. الفكرة واحدة، صاروخ يضربك من مكان ما تعرفوش وعربية تتحرك قبل ما تلحق ترد. ودي كانت بداية عصر جديد للأسلحة المتحركة. لما تسمع كلمة صاروخ غالبا بتتخيل حاجة بعيدة المدى بتضرب مدن كاملة، بس الحقيقة في نوع تاني اسمه الصواريخ التكتيكية، ودي معمولة مخصوص عشان المعارك اللي بتحصل على الأرض. ايه هي الصواريخ التكتيكية؟ الصواريخ دي مداها قصير لحد متوسط، يعني تقريبا من 20 لحد 300 كيلو متر، وتستخدم ضد أهداف زي الدبابات، مدفعية أو حتى مراكز قيادة. الهدف مش تدمير دولة كاملة، الهدف إنك تسيطر على المعركة في وقتها. ليه العربيات حاملة الصواريخ دي مهمة؟ لأنها بتدي دعم مباشر للقوات البرية، تقدر تتحرك معاهم تضرب الأهداف وتغير مكانها بسرعة قبل ما حد يحدد موقعها. وكمان سهلة الانتشار في أي وقت أو أي مكان، جاهزة للهجوم. أمثلة، أول نوع معانا M270 ميلرز، مدرعة بتشيل حاويتين كل واحدة فيها 6 صواريخ، يعني 12 صاروخ دفعة واحدة، تقدر تضرب في دقايق وتنسحب بسرعة. اتشهرت في حروب زي حرب الخليج، وكانت فعالة جدا في تدمير تجمعات العدو. تاني نوع معانا BM21 جراد الروسية، واحدة من أشهر الأنظمة الصاروخية في العالم، شاحنة عليها 40 أنبوب إطلاق لصواريخ 122. قوتها في الكثافة النيرانية، تقدر تمطر منطقة كاملة ووابل من الصواريخ في ثواني. استخدمت في حروب كتير من أيام الحروب الباردة لحد النهاردة. الصواريخ التكتيكية دي عاملة زي قبضة حديدية، بتشتغل مع الجيش في أرض المعركة، تضرب بسرعة، تتحرك أسرع، وتخلي الخصم دايما تحت ضغط. ودي مجرد بداية، لأن الأنظمة دي بتتطور كل يوم. لو العربيات الحاملة الصواريخ التكتيكية معمولة عشان تكسب المعركة، العربيات اللي جاية دي معمولة عشان تمنع الحرب أصلا. احنا بنتكلم عن الصواريخ البالستية اللي مجرد وجودها كفيل يخلي أي حد يفكر 1000 مرة قبل ما يهاجمك. إيه فكرة الصواريخ البالستية المحمولة على العربيات؟ دي صواريخ بعيدة المدى جدا، ممكن توصل لآلاف الكيلومترات، وبعضها بيقدر يشيل رؤوس نووية، يعني ضربة واحدة ممكن تدمر مدينة كاملة بدل ما تتحط في صوامع تحت الأرض أو غواصات. الجيوش بدأت تحطها على عربيات ضخمة تتحرك في أي مكان. الصواريخ الثابتة معروف أماكنها والعدو يقدر يستهدفها بسهولة، لكن لما الصاروخ يبقى محمول على عربية فجأة بقى لغز، فين مكانه وجاي منين أصلا وإمتى هيتضرب. وده بيزود قوة الردع، العدو عارف إنك تقدر ترد في أي وقت ومن أي مكان. مثال زي توبوليم الروسي، عربية عملاقة ب 16 عجلة، مصممة تتحرك في أي تضاريس حتى الطرق الوعرة.
الصاروخ بتاعها مداه يوصل ل 11000 كيلومتر، بيقدر يشيل راس نووي واحد او اكتر، والميزه الكبيره انه صعب جدا اكتشافه. الفكره هنا مش بس اطلاق الصاروخ، الفكره انك تفضل مختفي لحد اللحظه المناسبه. تاني نوع معانا هو دي اف 31 صيني، شبيه بالطبال ام لكن بتكنولوجيا صينيه، مداها حوالي من 7000 ل 11000 كيلومتر، متخصصه لتامين قدره الصين على الدرع النووي. وده معناه ان حتى لو اتضربت الصين لسه عندها القدره ترد وتسبب دمار هائل للعدو. العربيه دي مش معموله عشان معركه يوم، دي معموله عشان توازن الرعب طول ما هي موجوده وبتتحرك من غير ما حد يعرف فين الحرب الكبيره. لو الصواريخ اللي اتكلمنا عنها قبل كده كلها بتهاجم، العربيات دي العكس تماما، دي معموله تدافع وتحمي من اي حاجه جايه تضربك، سواء طيارات او صواريخ معاديه. احنا بنتكلم عن عربيات الدفاع الجوي. ايه هي عربيات الدفاع الجوي؟ عربيات مجهزه تطلق صواريخ مضاده للطيارات او حتى الصواريخ البالستيه. الفكره انها تتحرك مع الجيش وتديك شبكه حمايه متنقله بدل ما تعتمد بس على قواعد ثابته. يعني لو عندك قوات في اي مكان، العربيات دي تقدر تغطيهم فورا. الانظمه الثابته معروف اماكنها وسهله التدمير اول ما الحرب تبدا، لكن لما تكون العربيات دي في حركه مستمره تبقى صعب تتوقع مكانها، وبالتالي اصعب تتخلص منها، وده يخليها فعاله جدا في الحروب الحديثه. مثال زي اس 400 الروسي، واحده من اقوى انظمه الدفاع الجوي في العالم. العربيه بتشيل صواريخ تقدر تضرب اهداف على بعد 400 كيلومتر، قادره تتعامل مع طيارات مقاتله وصواريخ كروز، والمميز انك تقدر تنشرها بسرعه في اي مكان وتبقى شغاله في وقت قصير. النوع الثاني باتريوت الامريكيه، النظام ده مشهور جدا خصوصا في اعتراض الصواريخ، بيستخدم رادارات متطوره وصواريخ موجهه بدقه عاليه، شغال في جيوش كتير حوالين العالم، ويعتبر خط الدفاع الاول ضد اي هجوم جوي او صواريخ. ميزه الباتريوت انه مرن جدا وتقدر تحركه وتعيد نشره بسهوله. من غير عربيات الدفاع الجوي السماء هتبقى مفتوحه لاي تهديد، لكن بوجود انظمه زي اس 400 الباتريوت اي عدو لازم يفكر 1000 مره قبل ما يقرب من اجواءك. مش كل المعارك البحريه بتحصل في البحر، اوقات كتير البر نفسه اقوى سلاحك ضد اي سفينه عايزه تهاجمك، وده دور عربيات الصواريخ المضاده للسفن. عربيات تتحرك على الساحل وتقدر تدمر سفن العدو قبل ما تقرب منك. فكره العربيات دي بدل ما تعتمد على سفن بحريه كبيره ومكلفه، العربيات دي بتديك مرونه اكتر، تتحرك على طول الساحل، تستخبى وتضرب لما الهدف يبان، وده بيخلي اي قوه بحريه للعدو تحت تهديد دائم حتى لو ما عندكش اسطول ضخم. ليه مهمه في الحروب الحديثه؟ لانها بتوفر درع ساحلي من غير ما تحتاج لوجود بحري دائم. كمان صعب تتبعها، تضرب من نقطه معينه وبعدها تتحرك وتختفي. ده بيخليها مثاليه للدول اللي عندها سواحل طويله ومحتاجه تحميها بكفاءه. مثال زي بيشن بي الروسي، واحده من اقوى انظمه الصواريخ المضاده للسفن، بتطلق صواريخ مداها بيوصل ل 300 كيلومتر، تقدر تضرب مدمرات وحتى حاملات طائرات. ميزه النظام ده انه متنقل تماما، العربيه تتحرك وتختفي وتطلق الصواريخ في اي مكان مناسب على الساحل. العربيات دي ببساطه بتقول للعدو مش لازم يكون عندي اسطول ضخم عشان اوقفك، انا اقدر اضربك من البر وانت لسه في البحر. وده بيدخل سلاح جديد تماما في معادله الحروب البحريه. احنا اتكلمنا عن كل نوع من العربيات حامله الصواريخ لوحده، بس السؤال المهم ايه اللي بيفرق بينهم؟ ليه في عربيه صغيره بتتحرك بسرعه وتضرب وتختفي، وفي عربيه تانية عملاقه وبطيئه لكن قوتها مرعبه؟ العربيات التكتيكيه اصغر حجما، خفيفه نسبيا، بتتحرك بسهوله مع القوات البريه. العربيات البالستيه ضخمه جدا بسبب حجم الصواريخ والوقود اللي محتاجينه للمسافات طويله. عربيات الدفاع الجوي حجمها متوسط لانها محتاجه تحمل رادارات وصواريخ متعدده. المضاده للسفن عاده شبه التكتيكيه في الحجم، لكنها مجهزه بصواريخ كبيره نسبيا لضرب اهداف بحريه.
العربيات التكتيكية مداها من 20 ل 300 كيلومتر، معمولة للمعارك القريبة. والدفاع الجوي يعتمد على نوع الصواريخ من عشرات الكيلومترات لحد 400 كيلومتر. والمضاد للسفن حوالي من 100 ل 300 كيلومتر، مخصصة لضرب سفن قبل ما تدخل سواحل الدولة. البالستية من آلاف الكيلومترات، وبعضها يوصل عبر قارات كاملة. بالنسبة للعربيات التكتيكية مرونة عالية وسرعة تنفيذ. والدفاع الجوي محتاجة شبكة رادارات وتنسيق لحظة بلحظة مع القيادة. مضادة للسفن بتعتمد على معلومات استطلاع لتحديد مكان الهدف في البحر. البالستية عملية إطلاق معقدة جدا وتحضير طويل، لأنها أسلحة استراتيجية مش مجرد سلاح معركة. وفي النهاية العربيات الحربية اللي بتحمل صواريخ مش مجرد معدات، دي لعبة استراتيجية كاملة. النوع اللي بيختاره جيش معين بيعكس فلسفته في الحرب. هل هو بيدور على ردع طويل المدى ولا سيطرة سريعة على ساحة المعركة؟ لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مستنيكم في الحلقات اللي جاية.